السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الإخوان من الكورس ديال رياكت جي اس. اليوم غادي نهضروا على المكونات أو ما يسمى بالكومبوننتس اللي هما الأساس ديال الرياكت، وغادي نشوفوا حتى كيفاش نصاوبهم ونظموهم في المشروع ديالنا. أول حاجة، شنو هو الكومبوننت؟ بغيتك تعرف أن الكومبوننت هو عبارة على واحد المكون، هو واحد الجزء صغير من الواجهة ديال اليو اي، واللي كيخدم بوحدو. مثلا يقدر يكون بوطون، يقدر يكون كارت ديال شي بروفايل ولا نافبار ولا اي حاجه تقدر. المهم عباره عن كومبوننت، مكون. كل واحد منهم كنقدروا نديروا ليه واحد المكون خاص به. فالفكره هنا ولا علاش السبب باش نعاودوا نستعملوا نفس المكون اكثر من مره بلا ما نكتبوا نفس الكود. اوكي، الفكره كنظن انها واضحه. دونك الطريقة باش أنك كتكري الcomponent راه بسيطة. ديما كتمشي للsource بالضبط، كدير واحد الfolder وكتسميه components على هاد الشكل. وهنا في داخل هاد الcomponents كدير ديك الساعة les components ديالك. ولكن قبل ما ندوزو لهاد الشي غادي نعطيك جوج ديال الحوايج. كاين عندنا الfunctional component والclass component في الreact. دونك نسدو التيرمينال باش يكون كيبان عندنا داكشي مزيان. دونك السيرفر ديالنا خدام حاليا مزيان. بالنسبة للfunctional component راه بسيط. هاد النوع هو الأكثر استعمالا في الرياكت، يعني كيكون في الفانكشن وكترجع لنا واحد جي اس اكس. انا غادي نشرحهم لك بجوج باش ان شاء الله محيت تحط في شي اونتروتيان يكون داكشي واضح باذن الله. دونك الطريقه ديالو راه بسيطه. نديرو مثلا واحد الكومبوننت اللي هو نافبار دوت جي اس، ونجيو لهنا نديرو فانكشن نسموها بنفس الفايل نافبار، نحلو الاقواس ريتيرن. وهنا الإخوان غادي شنو غادي ترجع لي؟ غادي ترجع لي HTML بطبيعة الحال. دونك أنا غادي ندير هنا واحد الناف مثلا بحال هكا، ناف ديال HTML. غادي ندير في وسط منها مثلا واحد H1، عفوا ندير واحد H1 نديرو فيها مثلا لوغو، وغادي نديرو واحد UL غادي يكون فيها مثلا الهوم والاباوت. اوكي، نديرو UL غادي يكون فيها واحد LE اللي هي الهوم، وغادي تكون مع الاباوت بحال هكا about. اوكي، دونك كنظن ان النافبار عندي هي هادي مزيان. باش هنا كيف كتشوف معايا الا كنجي كندير ريلود راه ما غاديش تبان عندي هذيك النافبار اللي ديجا كرييت. دونك ضروري خصني امبورتيها في الاب دوت جي اس. دونك الناس اللي مازال ما فاهمينش هاد لي فايل راه ديجا شرحتهم في الفيديو اللي قبل، تقدر دوز باش تفهم امور كيفاش غاديه. دونك انا هاد الهيدر ما عندي من ندير بها، غادي نحيدها كامله وغادي نعيط على النافبار ديالي. ان شاء الله في هذا الكورس باذن الله غادي غادي نعلمكم حتى كيفاش تتعاملوا مع الاخطاء. دونك هنا ما طلعش ليا النافبار، دونك نسينا شي حاجه. اوكي، نسينا الاكسبورت. دونك ديما الاخوان ديما خصك دير اكسبورت ديفولت ودير السميه ديال الفايل اللي هو نافبار. هاد اكسبورت ديفولت كتخليك ان هاد الفايل يكون اكسبورت في جميع لي فايل هنا. دونك الا جينا للاب غادي نديرو بحال هكا السميه ديال الفايل نافبار، ها هو نافبار في الكومبوننت نافبار. اوكي، نديرو الكلوزين تاغ مزيان. دونك الا جيت لهنا درت ريلود، اوكي مزيان، ها هما فين طلع لينا كاع داكشي اللي درنا في هاد الكومبوننت هذا داخل هاد الفولدر، ولا كيبان عندنا في الاب اللي هي المين اب ديالنا مزيان. دونك حتى لهنا مزيان. دونك دابا غادي نحاول ندوزو باش نشرح ليك الفانكشنال كومبوننت. دونك هنا غادي ندير واحد كومونتير، نديرو فانكشنال كوم كوم عفوا بوننت. وهنا غادي ندوزو للكلاس كومبوننت، نخليه شي يبقى عبارة عن كومونتير. اوكي، وهنا نديرو الكلاس كومبوننت مزيان. دونك بالنسبه للكلاس كومبوننت الطريقه ديالها تقريبا راه بسيطه، ولكن شنو هو الفرق بيناتهم؟ قبل ما يجي الرياكت الهوكس كان كيعتمد بزاف على الكلاس كومبوننت. هذا هو الفرق الاخوان، والطريقه ديالها الصيغه ديالها ولا ستراكتور ديالها مختلفه على الفانكشن.
غادي تبان لك دابا الفانكشن راه بسيطه، هي ديكلاري فونكسيون السميه ديال الفايل وكدير ريتيرن كيرجع لك لاش تي ام ال. الكلاس شويه الطريقه ديالها مختلفه، ضروري خاصك ديكلاري في الفوق تيمبورتي الرياكت وتيمبورتي الكومبوننت من رياكت ليبراري. دونك غادي نديرو امبورت وغادي نديرو رياكت على هذا الشكل. اوكي مزيان، غادي ندير واحد الفيرغول، نديرو كومبوننتس ها هي مزيان. دونك غادي نجي لهنايا غادي ندير كلاس. اوكي وغادي ندير السميه ديال الفايل نافبار، عفوا ندير واحد ليسباس من هنايا نافبار اكستند كومبوننت اللي ديكلاريت في الفوق اللي هي هادي. اوكي غادي نحلو هاد الليمات وغادي نديرو ريندر ونسدو الاقواس ديالنا مزيان، نحلو عاوتاني اللامات وانا غادي ندير الريتيرن باش ترجع لينا لاش تي ام ال. هي كتبان شويه معقده الاخوان، ولكن راه نفس الوظيفه اللي كدير هادي كدير هادي، غير الكلاس ما بقاش خدام، هي خدامه ولكن لي ديفلوبر اللي كيخدموا بزاف بالفانكشن الكومبوننت. دونك نكوبيو هاد الكود ديال اتش تي ام ال نفسه هنايا. اوكي مزيان، دابا نشوفو هنايا حاليا تيقول لك اكسبورت ديفولت، دابا راه ماشي يبان والو، ضروري لينا خصنا نديرو هنا اكسبورت ديفولت والسميه ديال الفايل هي ناف بار بون فيرغول. اوكي نديرو ريلود. علاش طالعين لينا هاد مزيان، كنترول شيفت ال اللي درنا غادي تحيد لينا كامله. المهم نحيدو هاد لي كومونتير الاخوان. كيف كتشوفوا معايا دابا ها هي كيطلع لينا نفس الكود اللي درنا في الكلاس، هو بحالو بحال الفانكشن، يعني هي ستراكتر اللي كتكون مختلفه كيف كتشوف معايا. دونك الفرق يعني راه بسيط، كاين غير في الكلاس وكاين حتى في الرندر كيف كتشوف معايا، الكلاس والرندر وهاد الاكستند هادي اللي زدنا وكيعاود يرجع لينا جي اس اكس. دابا راه قليل اللي كيستعمل الكلاس كومبوننت، حيت في الفانكشنال كومبوننت مع الهوكس ولا كيعطينا كلشي. دونك الاغلبيه راه كيخدم بالفانكشنال كومبوننت، وان شاء الله في هذا الكورس اغلبيه غادي نخدموا بالفانكشنال كومبوننت. دونك الكلاس هي هادي عقل عليها مزيان باش كنتي في شي اونتروتيان تكون عارفها ديجا. دونك غنحيدوها ونخليو هادي هكا ونحيدو هادي بحال هكا. نحيدو هاد الفانكشنال كومبوننت حتى هي. دونك هادي هي الطريقه باش كديكلاري الكومبوننت عندك هنا فولدر. من الاحسن انت تقدر ديكلاريه بوحدو، ولكن يستحسن انه داكشي يكون منظم فولدر وفي جميع لي كومبوننت ديالك وكتعيط عليهم في الاب. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو جاي ان شاء الله غادي ندخلو ونشوفو البروبس باذن الله. تلاقاو في الفيديو الجاي.